سجل لي اه ان الزمالك بطل الدوري. بيراميدز المنافس السنه دي، المنافس بتاعي. الاهلي في المنطقه الدافئه مش هيصارع على الهبوط. من المركز الأخير لمنصة التتويج، من المنطقة الدافئة ومش هيصارع على الهبوط لبطل الدوري. فيديو النهاردة هنتكلم عن واحدة من أجمل نسخ الدوري المصري، نسخة مش بتتكرر كتير زي نسخة الموسم ده كده. في فرق بتنافس، نقط قريبة من بعض، كله متابع عايز يشوف مين من الأربع فرق هيفقد نقط ومين هيكمل، حاجة كده زي الدوري الإيطالي. بس النهاردة وزي ما انتوا دايما بتطلبوا مني حتى في الفوت اللي عملته على القناة من كام يوم، فهنتكلم عن الدوري المصري نسخة 2019. قبل ما نبدأ بقى، ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس على كل الاشارات عشان يوصلكم كل جديد، وانزلوا اكتبوا لنا كومنت عايزين الحلقه الجايه عن انهي بطوله. هتلاقوا لينك التيك توك والانستجرام في الديسكربشن، انزلوا اعملوا لي فولو هنا وهنا. ما تنسوش تصلوا على النبي افضل الصلاه والسلام، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا ما نطولش كتير فلنبدا. في البدايه الدوري المصري معروف انه اهلي وزمالك دول اللي بيضربوا في بعض على طول عشان بقى نشوف مين الاول ومين التاني. انما موسم 2019 دخل طرف ثالث وهو نادي بيراميدز اللي معمول اصلا عندي في الاهلي، وكلنا عارفين كده. هو عامل كده زي اتلتيكو في اسبانيا، لا هو البطل ولا التاني، ودايما بيرخم على الاثنين. بس تحس كده ان في علاقه حب بينهم وبين الزمالك، يعني بيرخم على الاهلي اكتر من الزمالك، ما تعرفش ازاي يعني. ولا انا في الدوري الحالي اقرب مثال، يعني لسه الزمالك كسبان 1-0 من يومين. المهم 2019 كله قال لك الاهلي والمنطقه الدافئه، واللي يقول لك الزمالك هو البطل والاهلي بيصارع على الهبوط وانا المنافس بتاعي هو نادي بيراميدز. الاهلي الموسم ده دخل بالمدرب باتريس كارتيرون وصفقه واحده بس اجنبيه وهي سليف كوليبالي، وعندك المحلي بقى زي محمد شريف اللي لعب له كده كام ماتش ومشي، وناصر ماهر واحمد علاء. ده البطل الاول. اما البطل الثاني بقى وهو نادي الزمالك، دخل بالمدرب كريستيان جروس وصفقات بقى زي عمر السعيد وابراهيم حسن وحميد احداد وفرجاني ساسي ومحمود كهربا، حاجات كده بوم مطخ. نبدا الدوري بقى في اغسطس 2018، كل فريق بيلعب 4 ماتشات. الاهلي بيتعادل في اول جوله مع الاسماعيلي في اخر اللحظات 1-1 بهدف لمحمد شريف، والزمالك بيتعادل في اول ماتش برضه مع بتروجيت، والاثنين بيكسبوا الجوله الثانيه والثالثه. نيجي بقى في الجوله الرابعه، الاهلي بيكسب الحرس لكن الزمالك بيخسر من النجوم بهدف صلاح امين، ودي العلاقه الثانيه في الدوري ما بين صلاح امين والزمالك، كل ما يقابلهم يحط فيهم جول. كده خلصنا الشهر، الاهلي 10 نقط، الزمالك 7 نقط. نخش بقى على شهر سبتمبر 2018. الاهلي الشهر ده لعب ماتش واحد بس مع الانتاج الحربي وتعادل فيه، وسبب انه لعب ماتش واحد بس مش عشان الاتحاد بيطبل له، لا عشان مشاركته الافريقيه. انما الزمالك بقى لعب 4 ماتشات، كسب 3 وتعادل 1 عشان يخلص الشهر، والزمالك معاه 17 نقطه والاهلي معاه 11 نقطه، وطبعا في 3 ماتشات متاجله للاهلي. نخش بقى شهر اكتوبر، الاهلي لعب برضه ماتش واحد، والماتش ده كان من المؤجلات قدام الاتحاد السكندري، بس بيخسر بنتيجه تقيله شويه 4-3. انما الزمالك ما لعبش ولا ماتش في الفتره دي، والنتيجه تفضل زي ما هي، الزمالك 17 نقطه والاهلي 11 نقطه، بس الاهلي ليه ماتشين مؤجلين. نخش بقى على شهر نوفمبر، الزمالك لعب 5 ماتشات ب5 انتصارات متتاليه وبيوصل للنقطه 32، وكله قال لك ها بدات تندع. انما الاهلي ما لعبش في الشهر ده غير مره واحده بس اخر الشهر قدام المقاولين، وبرضه بيخسر 1-0، وكده بتزيد مؤجلات الاهلي ل6 ماتشات، وبيخلص شهر نوفمبر الزمالك 32 نقطه، الاهلي في المركز الاخير ب 11 نقطه. مركز اخير بس في مؤجلات، ودي الجمله اللي محدش فيهم فهمها. قعد يقول لك اخر الدوري في المنطقه الدافئه، يا عم خلصانه، العبره بالنهايه وخليك بس نفسك طويل معايا. الاهلي بقى بيخلص من افريقيا وبيبقى فاضي وقال لك بقى هيركز في الدوري. نخش بقى شهر ديسمبر، الزمالك الشهر ده لعب ماتشين بس وكسبهم، المصري وبتروجيت، وكده رصيد الزمالك وصل ل 38 نقطه. انما الاهلي لعب 5 ماتشات منهم 3 من المؤجلات، كسب فيهم بتروجيت والجونه بالعافيه، وكسب الجيش والنجوم، وتعادل في اخر ماتش مع الداخليه. كده رصيد الاهلي ب 24 نقطه وفاضل 3 ماتشات مؤجله. وفي الشهر ده الاهلي قرر يمشي باتريس كارتيرون ويعين محمد يوسف، وكده السنه خلصت وندخل بقى على يناير 2019، يعني الانتقالات الشتويه. وطبعا كل مجلس اداره عايز يعمل تدعيم لفريقه، بس الاهلي كان محتاج تدعيم اكتر حبتين بسبب النتائج الاخيره، فبيقرر الاهلي يعين الاوروجواني مارتن لاسارتي مدرب للفريق. اما بالنسبه للعيبه فالخطيب بيقرر يفتح الحصاله ويجيب كل اللعيبه اللي الجمهور بيطالب بيها، زي رمضان صبحي جايبه من انجلترا، وحسين الشحات جايبه من العين، ومحمد محمود وجيرالدو. مش بس كده، عندك ياسر ابراهيم ومحمود وحيد وحمدي فتحي. بس الزمالك كان وضع مستقر حبتين عن الاهلي، وهو ما كانش عايز غير مهاجم اجنبي بس، فجاب لك المغربي خالد بوطيب، وجاب كمان معاهم احمد سيد زيزو. وبس كده خلصنا صفقات يناير. يلا بينا بقى نكمل الدوري. الاهلي بقى هنا حاله كحالك كده لما تكون بتلعب بلاي ستيشن وخسران وتقوم جايب جون، فتقوم عادل قعدتك كده وتقول له العب بقى يا نجم انا فوقت لك. فهوب اول ماتش بعد كده يخسر الاهلي من بيراميدز باقدام عبد الله السعيد اللي رجع من الطايره على الماتش. دي مفارقة غريبة جدا يا عم هيثم، كل النور يقطع
مش عارف ليه يا عم هيثم. انت مش عارف ليه؟ الزمالك بيكمل الفوز اللي هو فيه وبيكسب الاتحاد السكندري، والاهلي بيلعب سموحه في المؤجلات وبيكسبه، وبيلعب المقصه بعده وبيكسب. وماتش المقصه ده على ما اتذكر كان اخر يوم امتحانات ليا في ثالثه اعدادي. وبمناسبه الماتش ده تعالوا احكي لكم موقف كده في السريع حصل لي في ثالثه اعدادي. كنا وقتها في رمضان وكان عندي امتحانات، وصاحي قبل الامتحان بنص ساعه بالظبط، والمسافه ما بين بيتي وما بين المدرسه اللي همتحن فيها مسافه كبيره جدا، يعني حرفيا انا كعمر كنت بركب لها مواصلتين مش مواصله واحده. المهم اصحى اليوم ده متاخر، مامتي تصحى مخضوضه من الحوار، وطبعا يعني امتحان ثالثه اعدادي يعني خلاص الواد بيضيع مني، فعلى طول نتشقلب فجاه نلاقي نفسنا نازلين جري في الشارع، وبناخد ميكروباص مخصوص اللي هو ميكروباص فاضي كده من اللي واقفين، ونقول له طير. بيطير بينا وبيخش من مناطق مختصره وبياخد غرز وبتاع. المهم نوصل للامتحان، وفي الاخر الحمد لله وصلت اللجنه. اي نعم وصلت متاخر شويه، ولكن المراقبين كانوا ودودين حبتين بمناسبه ان احنا في رمضان بقى وكده. والحمد لله امتحنت الماده وخلصت ثالثه اعدادي، وطلعت التاني على المدرسه بفضل الله، ثم تعب والدتي معايا اللي من الفيديو ده بستغل اللحظه دي وبشكرها على اللي هي بتعمله معايا، يعني حاجه كده نحاول نسد حاجه. يلا بينا نكمل. وفي نفس اليوم ده واحد من احلى ماتشات الدوري في السنه، بيراميدز والزمالك، واللي بيخلص تعادل 3-3. وفي اخر ماتشات شهر يناير الاهلي بيكسب وادي دجله، والزمالك بيكسب المقصه، عشان نخلص الشهر ونص الدوري تقريبا. الزمالك ب 45 نقطه، الاهلي ب 33 نقطه زائد ماتشين مؤجلين. في شهر فبراير الاهلي اتضغط جامد جدا لانه لازم يلعب الجولات وكمان المؤجلات، فالاهلي لعب الشهر ده 5 مباريات، كسب الخمسه، انبي والحدود والانتاج والداخليه والجونه. والزمالك لعب 3 ماتشات كسب فيهم انبي والنجوم، وتعادل مع طلائع الجيش، واحمد سمير جاب جونين الطلائع، الصراحه جونين حلوين جدا. يعني احمد سمير علاقته مع الزمالك كده نفس علاقه صلاح امين، ينزل قدام الزمالك يجيب جون. الماتش ده بقى كسر العقده وجاب جونين. وخلصنا من شهر فبراير الزمالك الاول ب 52 نقطه، الاهلي الثاني ب 48 نقطه بس من غير مؤجلات المره دي، والفرق 4 نقط. ايه كنتوا فاكرين بتشوفوني تاني؟ انا صحيت. شهر مارس واشتعال المنافسه اكتر، الاهلي بيكسب بتروجيت والزمالك بيقع في فخ التعادل مع المقاولين. وفي اخر الشهر الماتش المنتظر ما بين البطل المركز الاول والثاني اللي هو الزمالك، يعني الزمالك يدخل الماتش ب 53 نقطه والاهلي ب 51 نقطه، يعني فرق نقطتين، يعني اللي هيكسب هيركب الدوري رسمي. وكلنا مستنيين بقى المتعه اللي هتحصل، بس ده يعني يا ريتنا ما استنينا حاجه. الماتش كان كله عباره عن زحاليق حرفيا بسبب الشتاء، وان ارضيه الملعب كلها كانت غرقانه، والماتش اتلعب في اجواء يعني يعني هي ما اتكررتش عامه بعد كده الاجواء دي، عشان تنتهي متعه القمه بالتعادل 0-0 وكل لاعب مروح له بغطسين. وبيخلص شهر مارس الزمالك الاول 54 نقطه، الاهلي الثاني 52 نقطه. ولكن في شهر ابريل الاهلي بيكسب الاتحاد في اخر اللحظات، الماتش اللي عمري ما هنساه لحد الدقيقه 92 0-0. وانطلاقه من جيرالدو في اللحظات النادره اللي بتحصل له، يلعب عرضيه لبره برجله اليمين مع انه اشول، بتيجي للي جاي من ورا لقدام علي معلول، وهوب تسديده جول، جول عالمي. وبعدها بدقيقتين بالظبط انطلاقه من انطلاقات رمضان صبحي وقتها اللي بيلبس فيها 3 لعيبه من الاتحاد في بعض، وبيباصيها لصالح جمعه، والهدف الثاني للنادي الاهلي عشان الاهلي يتصدر الدوري بشكل مؤقت. بس دي كانت اول مره الاهلي يتصدر فيها الدوري خلال الموسم ده، والاهلي بيستنى الزمالك عشان يشوف هيعمل ايه تاني يوم. بس الزمالك بيكسب سموحه وبيرجع يتصدر الدوري تاني، والجوله اللي بعدها الاهلي بيكسب المقصه، والزمالك بعدها بيوم بيخسر من المصري. وكده الاهلي رسمي اتصدر الدوري بفرق نقطه على الزمالك. خلاص كده يعني الاهلي هيفضل راكب وشخصيه البطل وبتاع. لا لا لا, لا. استنى بس عليا. الجوله اللي بعدها الزمالك بيكسب الاسماعيلي، والاهلي بيخسر من بيراميدز. والله بيراميدز ده فريق تاني يا زكي. عشان الزمالك يرجع يتصدر الدوري تاني. ونرجع بقى للمنافسه القديمه، الزمالك ب 60 نقطه والاهلي ب 58 نقطه، وبعد 5 ايام الزمالك بيخسر من بيراميدز. انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط، يعني انت جاي توقع الاهلي ولا جاي توقع الزمالك؟ انت ما تعرفلوش مله الفرقه دي والله. الاهلي بعدها بيلعب المصري وبيكسبه وبيرجع يتصدر تاني عشان يخلص شهر ابريل الاهلي متصدر ب 61 نقطه، الزمالك التاني ب 60 نقطه. وبنخش بقى على شهر مايو وبدايه شهر رمضان وليالي رمضان، والزمالك بدا يتاجل له ماتشات بسبب الكونفدراليه. طب ما انت بيتاجل لك اهو يا معلم، امال بتصيحوا لينا ليه بقى؟ بس عدي، يعني الاهلي كان بيتاجله في البدايه والزمالك اتاجله في النهايه. فانت بقى كمشجع لو حد جه قال لك انت اتاجل لك 90 ماتش، قول له انت كمان اتاجل لك عشان كونفدراليه، يعني ما زيك زي الزمالك. بيلعب الشهر ده 3 ماتشات وقتها، يكسب 2 وبيتعادل 1 مع الانتاج، وبيتاجل له ماتشين. والاهلي بيلعب وقتها 5 ماتشات قدر يكسب منهم 4، بس كان فيهم ماتشات صعبه زي ماتش الجيش. انا فاكر الماتش ده بتفاصيله حرفيا، علي معلول يتسبب في ضربه جزاء وبنكون متعادلين لحد اخر 3 دقائق تقريبا. في الدقيقه 88 كره ملعوبه من وليد سليمان لعلي معلول وتسديده من بره ال 18، حرفيا ماتش متعه بتكسبه في اخر دقيقه. وماتش سموحه في الدقيقه 97 وجيرالدو ممكن جول. الماتشات دي كلها مدافع رمضان، وبتكسب النجوم وبتكسب انبي وبتتعادل مع الاسماعيلي
اخر ماتش، والزمالك بيلعب له ماتش من المؤجلات قبل توقف الدوري في شهر يونيو، ولكن اتعادل مع الحرس عشان الاهلي يبقى الاول ب 74 نقطه، الزمالك الثاني ب 68 نقطه زائد ماتش مؤجل. الدوري كله خلاص فاضل له كام ماتش ويخلص، ولكن بيحصل توقف للدوري بسبب بطوله افريقيا اللي اتلعبت في مصر وقتها. ولما رجعنا للدوري تاني الزمالك ظروفه اتغيرت تماما، اقل ساعتها المدرب جروس مع انه لسه كسبان الكونفدراليه والزمالك كويس جدا، بس الحمد لله الزمالك بيلعب الماتش المؤجل له مع الجونه في الجونه وبيتعادل هناك في ماتش كان جامد جدا. لما احمد ياسر ريان قال لهم كده خلصت خلاص، فاكر جون الجونه الثاني اللي لعب الجونه بدل ما يعرضها شاط في الجون في الدقيقه 87 والزمالك وقتها تعادل في الدقيقه 96. كده الدوري شبه راح من الزمالك، والاهلي محتاج يفوز في ماتش واحد بس من الماتشين الجايين عشان يتوج بالدوري. وبندخل بقى على الجوله اللي قبل الاخيره، الزمالك 69 نقطه الاهلي 74 نقطه، الزمالك ضد الاسماعيلي الاهلي ضد المقاولين. وانا افتكر ان الماتش ده شفته على القهوه بعد ما خلصت امتحانات بقى خلاص ورايح خلاص عشان احتفل بالدوري، اللي هو هتكسب ماتش تحتفل، ولو ما حصلش وخسرت والزمالك كسب فانت هيتاجل الحسم لماتش القمه اخر ماتش في الدوري. وطبعا لو كانت حصلت كانت هتبقى يا نهار ابيض على السيناريو، تخيل حسم الدوري بين الاهلي والزمالك هيبقى في الماتش الاخير بتاعهم اللي هو ماتش القمه اخر جوله. الاهلي بيكسب المقاولين بالثلاثه، هدف لملك الحلول اسرع دليفري في مصر علي معلول، وهدفين لحسين الشحات، ويا سلام على الهدف الثالث والثاني من الشحات من كوبري في ال 18 وارتو ارضي كده. والاهلي رسمي بيحسم الدوري من المركز الاخير للمركز الاول، ورسميا الاهلي بطل الدوري. وطبعا في مباراه شيكاباليه الزمالك بيكسب الاسماعيلي بالثلاثه بس من غير فايده عشان نخش الجوله الاخيره، وماتش القمه ماتش ملوش لازمه اي نعم، ولكن الاهلي متعود يحط على الزمالك. الاهلي بقى كسب خسر هو اللي هيحتفل بالدوري، وبنلعب الماتش ده في يوليو 2019 وبيفوز الاهلي على الزمالك بهدف لملك الحلول علي معلول اللي بيحط الزغلول بعد خطا من عماد السيد عشان الاهلي ينهي المنافسه وهو البطل للمره ال 41 في تاريخه ب 80 نقطه، والزمالك 72 نقطه وبيراميدز معاهم كده ب 70 نقطه. وده بعد ما طلع امير مرتضى وقال لك انه شايف ان بيراميدز هو المنافس بتاعه السنه دي. هو اي نعم فعلا هو المنافس بتاعه، الفرق ما بينهم نقطتين بس. وطبعا ما ننساش طول الموسم تصريحات سيد عبد الحفيظ وبيقول له اهدى اهدى الدوري لسه طويل. واللي بعدها امير مرتضى طلع برضه قال لك لو سيد عبد الحفيظ نفسه هو اللي عايز يحكم ماتشات الزمالك الباقيه يجي. وفي نقطه كده حصلت كمان بعد ماتش بيراميدز اللي الاهلي خسر 1-0، ياسر ابراهيم وهو طالع من الملعب ميل كده على عمر جابر وقتها وقال له ابقى قابلني لو كسبتوا الدوري. وقتها الهتاف الشهير بتاع كده كده يا زمالك الدوري في الجزيره عامل فيها بطل وهو بتاع بليله. وفي النهايه كله يعيش الوهم والاهلي ياخد الدوري. وبس كده، دي كانت حدوته النهارده، حكايه الاهلي مع دوري 2019 من المركز الاخير ومنطقه دفئه للمركز الاول وبطل الدوري ال 41 في تاريخه، وبفرق ايه مش نقطه ولا نقطتين، بفرق 8 نقط عن اقرب منافسين. وبس كده جينا لنهايه الفيديو، شكرا على المشاهده، ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس، تعالوا انستا اعملوا فولو، تعالوا تيك توك برضه اعملوا فولو، وانزلوا اكتبوا لنا في الكومنتات عاوزين الحدوته الجايه عن انهي بطوله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.